7 كيلو ديال الذهب كتسوى اكثر من 800 مليون. جوج دراري طايبين باياس وما في جيبهم التاريات. قال غادي نضربوا غير هاد الحانوت ديال الذهب ونطلبوا من الله يعفو علينا. ما تخيلوش كيفاش غادي يديروا ليها، واقعه ما يمكنش. يوم الجمعة الماضي كان هذا المحل المخصص لبيع الذهب والحلي بحي النرجس بفاس مسرحا لجريمة سطو مسلحة على الطريقة الهولندية. حنا باقي باش ما عرفناش حنا في واش تحفرت هذه، اما الليله الاولى ما تخلص تحفر في واحد الليله غتحفرات وقت، والناس اللي كيقولوا فايته سيمانه كتحفر هذه الحق ما يمكنش. ما نشوفوا هنا نشوفوا ديك الحفره باقي ما شفناها شي قداش. لا كتقدر تكون في النهار، تقدر تكون هذه الوقت صعابت ولا بغيتي تبدل حياتك راه ما خصهاش تكون على عرق وحدين اخرين، ماشي انت تصوفي راسك وتشرد عائلات اخرين. الواقعه اللي رونات عقول بنادم. سعيد الملقب في الدرب بزبيطه، خفيف شويه وشبعان مشاكل. داروا ليه والديه الطياره باش يخوي المغرب. والديه غير دراوش وما عندهمش، ولكن البعلوك زبيطه خاف على رزقه، والا ما دبروش عليه غادي يقلب لهم الدار سفاها على لا. الوالده عنده غتمشي تسلف ليه شي فلوس لعل وعسى يكفاوه، ماشي يركب شي فلوكه اللي غتوصل لاسبانيا. الدرب اللي ساكن فيه هو كان فيه واحد السمسار كيطريطي هاد البلانات. مشى عنده داو جاب معاه في الهضره، قال ليه داك السمسار لا بغيتي تحرق غادي خصك 3 المليون وما تعرف راسك غير تكون في اسبانيا. جاب الفلوس من عند مو، قضى الغرض مع داك السمسار. نهار الحد قال يكون واجد باش نديروا الديبار. وصل الوقت المعلوم، جمع حويجاتو وتوادع مع باهم. وصاتو مو باش يدير عقله ويجمع راسو ويقول ليها كوني هانيه الحنانه. فاش غنوصل ليه غادي نرجع واحد اخر. ما علينا، داروا الديبار، تحركت الفلوكه وتما غدا شاد الطريق. عانى شويه وسط البحر ولكن جاب الله التيسير وقدروا يوصلوا لاسبانيا. غادي يشدوا شي يامات في السونتر وغادي يعاودوا يطلقوه باش يمشي يدبر على راسو. سعيد زبيطه ولا سعيد وفرحان من طلقوه. كاع اللي معاه في الفلوكه مشاو يقلبوا على شي خدمه في الفيلاجات، وهو سعيد قال لهم لا ما غاديش نمشي ديك جهاد الفيلاجات، غادي نمشي نقلب على راسي في برشلونه. المهم ضربها بسلته في المترو، وصل فين بغا. كانوا عنده شي فلوس مديباني بيهم، كياكل بيهم ويشرب بيهم. بين ما لقى شي خدمه الفلوس تقاداو ليه، مشى يقلب على خدمه ما لقاها. سعيد غادي يتعاشر مع شي دراري عايشين بداك الشيء ديال السيكان، هو مبلي الله يعفو عليه غادي يولي يضرب معاهم السيكان. ومن ظهروا الشفره الاولى غادي يخرقبوا عليه البوليس ديال اسبانيا واعرين الخوت. ماذا غادي يضربوه بعامين. فاش سال هذيك المده صافي سعيد قال دوزت المده ديالي غادي يطلقوني عاوتاني. حتى كيبان ليه جوج جايين عنده، ضربوا ليه مينوط، ركبوه في واحد الطوموبيل حتى كيلقى راسو في المطار. تما عرف راسو باي باي الغربه، غادي يرجع عاوتاني للمغرب. ركبوه في الطياره ما فرانات به حتى الكوميساريه في المغرب، سنا شي وريقات وخرجوا بحالاتهم. حتى كيدق في الباب ديال والديه كانوا ناعسين. حل عليه باه حتى كيبان ليه خونا سعيد جا. زبيطه رجع للمغرب. ثاني مشاكل غادي يبداو. باه ما فهم والو، قال ليه مالك اش كاين، علاش رجعتي؟ قال ليه سعيد راه ردوني لي فولي. علاش؟ قال ليه راه غير رجعوني. ويلي ما يمكنش، لانه من اللي كان كيهضر معاهم من الحبس ما كانش كيقول لهم راني مشدود، كان كيسحب لهم راه غير في اسبانيا مطلوق. ساعه للمغرب ردوه. زبيطه رجع للمغرب. الفوضى والهيلاله رجعت عاوتاني للدار اللي فيه شي لولا كونوا متاكدين ما عمرها تحيد منه. سعيد رجع لعادته القديمه اللي تشد عليها في اسبانيا. حمق والديه، غادي يتشد في 5 المرات، كل مره داخل وخارج. واحد النهار غادي يقرروا والديه يزوجوه، لعل وعسى يهديه الله. شافوا ليه واحد بنت الناس ولد معاها واحد الوليد، المهم تهدن واحد شويه ولا مره كيخدم. واحد النهار برمضان داز مورا واحد الدرب وهو يتلافت، كيبان ليه واحد الدهيبي ملاصق مع واحد العماره مهجوره. موراها سعيد غادي يبدا يدور عاوتاني. دخل الحانوت ديال الدهيبي، بدا كيقلقل على شي خواتم وفي نفس الوقت كيدور عينيه. ويلي كيبانوا ليه الكاميرات ما كاينينش والسيستم دالارم حتى هو ما كاينش. قال هذه هي الضربه اللي غادي نضرب، موها غادي نجمع راسي. ولكني باش يدير هذه العمليه ضروري خاصو العوين، ما يقدرش يديرها بوحده. ولكني زبيطه ما تخافوش عليه، مدوز في الزنزانه وعشرانو كتار، يعني صحاب الحسنات موجودين. واحد جوج 3 غادي يدبر عليه. غادي يطلع واحد خونا يلا خرج هو وياه قد الو عماد تافين هاني دوز عندي القهوه الفلانيه راني باغيك. غادي يجاوبوا عماد اش كاين، غادي يقول ليه دوز عندي تما غادي نشرح لك. جا عنده داو جابو في الهضره، قال ليه شوف كاينه واحد الضربه غادي نضربوها وغنتصوفاو. كاين واحد مول الذهبي مشارجي وضربته ساهله، وكون متاكد الا ضربنا ديك الحانوت من وراها غادي نرتاحوا. عماد صاحبه قال ليه يلا نمشيو نشوفوا هذا المحل. مشى بان ليه داك المحل جا في واحد الشارع عامر والغاشي ديما ماشي، هو يقول ليه وكيفاش غادي نفرقعوا القفل والزنقه ديما عامره. زبيطه هو يقول ليه
تبعني. دخلوا واحد العماره خاويه والملاصقه مع الحانوت ديال الذهبي. قال له زبيطه الحيط اللي ورا الحانوت غادي نتقبوه من هنايا وغادي نوصلوا للامانه، نقضيو الغرض وغادي نفروا بحالاتنا. هي هذيك دازت شي ايامات سعيد وزبيطه عسوا على مول الحانوت، معاش كيحل معاش كيخرج معاش كيدخل، ومن زهروا داك الذهبي في رمضان كيسد مع 6 ديال العشيه وما كيحل حتى الغدا مع العشره. زبيطه غادي يعيط على صحيبو، غادي يقول ليه جمع لي راسك وشري لي الماتيريال. شرا واحد جوج مطرقات وجوج بيرانات وما نساش شي طونوفيزات يكونوا ملاح. داكشي اللي كان. نهار السبت مهمون المحل سد ومشى، وفعلا جا زبيطه وصحيبو سعيد وبداو الحفر مع 12 ديال الليل. الناس اللي ساكنين حدا الذهبي موالفين بصح في هذيك الوقيته، لان في رمضان مال المحلات ديال الماكله وداكشي كيديروا الاصلاحات ديالهم. داكشي علاش ما غيديو ما غيجيبوا حتى 6 ديال الصباح. سالوا الحفير وسالوا التجميع داك الذهب اللي كاين في المحل، جمعوا داكشي وعلقوا بحالاتهم وداو معاهم 7 كيلو ديال الذهب اللي كتساوي 800 مليون. الصباح غادي يتم جاي مول الحانوت ما على بالو بوالو، ولاني غادي يجي شي غرض غادي يصيفط غير ولادو وغادي يقول ليه سير تلحق عليك. مشى ولدو دازت واحد نص ساعه حتى كيسمع التليفون كيصوني. عيطوا للبوليس والبوليس غيجيب الزربه في المكان اللي تسرق فيه المحل. بداو التحريات ديالهم، رفعوا البصمات باش لا كان شي واحد من دوك اللي داروا ديك الفعله يكون عنده سوابق عدليه يجبدوه دغيا. وبالفعل لقاو البصمات ديال زبيطه كاينين تمايا لانه دايز عندهم مثل ديك العمليات. البوليس ديالنا على بال ماشي ملي لقاو البصمات مشاو قرقبوا عليه، بداو غاديين متبعينه باش يعرفوا فين خازن داك الشيء ومع من كيمشي، لانه فاش ردوا التسجيلات ديال الكاميرا اللي حدا المحل بان لهم هذيك الدار المهجوره دخلوا ليها جوج، يعني ضروري كان مع شي واحد. بقاو حاضيين معاه، بان لهم كيدخل لواحد الدار وديك الدار كيدخل ليها بزاف وماشي ديالو. بداو كيقلبوا ويبان لهم واحد الصاك كحل وباقي مشارج باقي ما تحيد منه حتى حاجه. داو للكوميساريه بداو مع التحقيقات باش يجبد صحيبو اللي معاه، وبطبيعه الحال زبيطه ما غاديش يهز الدقه على ظهره بوحدو. مشى وراهم عماد وقرقبوا عليهم بجوج وعيطوا على المحل باش يعطيوه سلعته. ربي كبير ما بغاش يضيعوا في رزقه ورزق ولادو، واللي كيدير رزق الناس نطلبوا منه يعفو عليه الله. كان معكم خوكم الحكاي الخوت، ديروا شي متابعه وشي جيم وشي كومونتير الا بغيتوا فضلا وليس امرا باش لاباج تبقى تطلعوا القصص يطلعوا الناس اخرين، ومازال اللي جاي راه الهربه. عطيو الناس رزقها. السيد غادي تجيبو يدير لك خدمه ما عندكش فلوس باش تعطيه ما ديرهاش، يبقى داك الروبيني متقوب بقى متقوب. جيب لي غير داك باش كتكون ضاني سدو سقي انت الماء، وما تجيبش واحد يخدم لك وتبدا تجرجر فيه وما تعطيش رزقه. السيد راه كنعرفو كيدير هادشي ديال الجهاد من باب الناس كيبغيو حكايه الوقائع حيت كتفيقهم شي شويه. صوب الناس شي جليش هو تيعاود لي يعني الاسناد العالي هو نيت خدام في هادشي ديال الجليش، تيعاود لي صوب ليه كذا الى اخره. دوز تقريبا واحد البيت فاخر دوز فيه تقريبا ما يقارب اسبوع ديال العمل. في الاخر ملي شنو يعطيه ملي مد ليه داكشي اللي كان اتفق مع اهلي مدوا ليه ناقص. قال لي ما تقلقش مني ربما يمكن الحساب يمكن ما هواش داكشي اللي عطيتيني راه عطيتي ناقص على داكشي اللي اتفقنا عليه من قبل. قال لي لا، قال لي راه ملي كنتو هنايا قال لي راه كانوا الخدامه عندي في الدار كانوا كيطيبوا لكم باش تغداو. قال لي قال لي راه حيت لكم داكشي ديال الغدا حيتو لكم داكشي ديال صاحبي. كون داروها في السويد نقولوها لهم واخا، يديروها في فرنسا نقولوا لهم واخا، اش ربما عدد فيهم كبير كفار يحسب معاك بالريال وبجوج ريال. بلاد الكرامه صاحبي، انت مطيب الاولاد غادي يعرفوا، هذا غادي تغرف ليه غادي تعطيه شويه ياكلوا، انت كتحسب عليه قال لا 5 دراهم ديال البطاطا 4 دراهم ديال المطيشات، ولا حسبنا البيت ديالو بشحال تقام كنتكلموا على بيت ما لا يقل على واحد 2 المليار ديال السنتيم، يعني 2 المليون ديال الاورو باش مقيوم البيت. وجاتك انت في هذاك الاجير كليتي ليه من رزقه اللي اتفقتي معاه عليه، على قبل حسبتي عليه 2 بطاطات ومطيشه ما طيبين تطيب مكال. اما اللي عباد الله تاخذ من عند هذاك وحقه وحط جيب لي السلعه ومن بعد عاد باش نعطيك، وكيولي بنادم جالس فلوسه ضيعه عند عباد الله في السوق وما كاينش اللي يعقل عليه ويرد ليه. وكنقولوا حق علاش انت ما كتصبش وعلاش ولات القلوب قاصحه وعلاش عندنا المشاكل. انظروا الى الحرام الذي ندخله على بطوننا وبطون اولادنا. صفيوا الله يجازيكم بخير. اللي عنده شي فلوس، اللي عنده شي ناس خدامين معاه، اللي عنده صفيوا شغلكم الله يجازيكم بخير. خدام تتقري وسول راسك دوك الفلوس اللي كتاخذهم واش كتقري نيت ولا كتعطي الدراري نص ساعه ديال الخدمه وكتجلس انت في التليفون ساعه ونص. صفيوا الله يجازيكم بخير. عندك مسؤوليه ديال الناس، انت عندك اداره عموميه وانت مكلف بواحد المنطقه معينه. صفي الله يجازيك بخير. جايين عندك الناس راه مسالينش ريوسهم، راه واحد كيخرج بالهيق يبزز باش كيعطيه الرئيس ديالو في العمل كيعطيه ساعه المكانه باش يجيب واحد الوثيقه اداريه، وانت غير حيت انت ما قالش لك دماغك في ديك اللحظه تعطيه الوثيقه وما مساليش تخرج وتجيب دوره. الغدا كيبدا عندك من 11 ديال النهار وكيسالي الغدا بالقيلوله ديالو مع 3 ونص ديال العشيه، وملي يجي عندك بنادم مع 3 ونص تقول ليه سير تنغدا. اش من توقيت مستمر هذا؟ يقدر يكون القانون المنظم لبعض الامور، يقدر يكون فيه الاجحاف، يقدر يكون فيه شويه ديال الاستعباد وكذا الى اخره، لكن القانون الا كان خير نمشيو ليه بالمسالك القانونيه ديالو باش نبدلوه. اما وهو كاين
ادي داكشي اللي عليك وخلاص. المسائل ديال المال راه ما يمكنش تخيلوا الخطوره ديالها لا على الفرد ولا على المجتمع. ما تنساوش تتابعونا فيسبوك الحكاي، يوتيوب الحكاي، تيك توك الحكاي، تهلا.